السلام عليكم اخواتي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من مهاجم الاهلي بعد انتهاء مباراه الاهلي وبيراميدز في الجوله الخامسه على استاد السلام بنتيجه 2-0 لنادي بيراميدز. المباراه الاسوا في تاريخ النادي الاهلي بلا جدال بلا جدال. انا مفيش مباراه، انا بتابع كوره من 2001 حتى الان انا ما شفتش مباراه للنادي الاهلي بهذا السوء. السوق مش بس على مستوى النتائج، على مستوى النتيجه 2-0 احنا مهزومين، احنا اتغلبنا من بيراميدز قبل كده، لكن السوق على مستوى الاداء الفردي للعيبه، السوق على مستوى حماس اللعيبه، السوق على مستوى الخطط الفنيه للمدير الفني، السوق على مستوى كل المستويات في منتهى السوء. انا ما شفتش النادي الاهلي في هذا الشكل المحبط، اللعيبه محبطه، ما عندهاش ثقه في نفسها، ما عندهاش ثقه في المدير الفني. انا النهارده والله ما هتكلم على اللعيبه ولا احمل اللعيبه، انا مش بقول ان اللعيبه عملت اللي عليها، اللعيبه ما عملتش حاجه، اللعيبه ما عملتش حاجه، اللعيبه دي قصتها تاني خالص. لكن انا بحمل النتيجة، مش النهاردة، نتيجة اللي بيحصل في النادي الأهلي من كاس العالم للأندية ومن قبلها بسنة للإدارة، ومن بعد الإدارة طبعا ريبيرو اللي ما بيعملش أي حاجة في الأهلي، زيه زي قلته. عماد النحاس كان وجوده سواء في كاس العالم للأندية أو في الدوري المصري أفضل من ريبيرو ب100 مرة. يعني تجربة فشلت. فرسالة لكابتن محمود الخطيب، بعد اذنك يا كابتن، احنا بنقدرك وبنحبك وحضرتك اسطورة النادي وحضرتك على راسنا وبنعزك، فبعد اذن حضرتك ريبيرو لازم يقال النهارده عندنا توقف دولي، عندك فرصه ان انت تتعاقد مع مدير فني زي فايلر، زي روجر شميت، مدير فني محترم، مدير فني كبير، مدير فني يقدر يدير الكوكبه من النجوم اللي معاه والامكانيات الفنيه اللي تحت ايديه. ريبيرو ابيض، انا والله ما طايق اتكلم فني، انا مش طايق اتكلم فني. لما تشوف واحد عنده زيزو قالب بيه لعيب بيديك 9/10 على الاقل في الوينج اليمين وتحطه لي رقم 10، لما عندك لعيب اسمه بن شرقي لما ربنا كرمك ولعبته لما بيلعب رقم 10 او مهاجم تاني زي بيسموه 9.5 بيؤدي على افضل ما يكون، وتحطه وينج شمال، وتودي تريزيجيه اللي المكان الوحيد اللي طول عمره بيلعب فيه وينج شمال توديه وينج يمين. طب بتلخبط الملعب ليه؟ يعني ايه سبب وانت عندك عدلتها يا راجل؟ ده انت عندك بن رمضان اصلا بيلعب 8 و10، لعيبه 10، مش لازم ترمي كل ورقك في الملعب بدون وعي. مش ممكن، مش كل اللعيبه غلط. يعني بن شرقي بحطه في مكان غلط، انت عندك عايز رقم 10 لاعب بن شرقي او لاعب بن رمضان. تريزيجيه حطيته بنج يمين، ما بيلعبش وينج يمين، تريزيجيه بيلعب شمال، حطه ليه يمين؟ فيعني امور غير مفهومه في الملعب، مش عايز اتكلم، خلاص الموضوع مش محتاج كلام فني، الموضوع لا يحتاج كلام فني، الامر واضح. اعتقد المعلومه اللي عندي، ويمكن انا مش عايز اتكلم واقول ان انا الحمد لله قبل اللقاء كلمت مع حضراتكم وقلت لكم التشكيله زي ما حضراتكم شايفين، انا قايلها يوم الخميس بالليل، هي نفس التشكيله ما عدا ان بن رمضان رجع بس فنزل مكان احمد رضا. شبه المعلومه عشان اكون صريح، شبه المعلومه اللي عندي ان في قرار هيطلع باقاله ريبيرو. اتمنى يا كابتن الخطيب بعد اذنك كان مديري زمان يقول لي الاداره الواعيه والاداره الناجحه اللي تكون سابقه بخطوه. ما ينفعش حضرتك وادارتك دايما الجمهور سابقك بخطوتين 3 4 ودايما بيطلع كلام الجمهور صح. فانت يا كابتن على راسنا من فوق، بنحبك وبنحترمك، لكن بنحب الاهلي اكتر، وحضرتك اللي علمتنا كده. والا كنا هنقول خلاص واحد زي رمضان صبحي غلط يرجع الاهلي، واحد زي عصام الحضري غلط يرجع الاهلي، واحد زي حسام حسن غلط يرجع الاهلي، طالما في ناس اكبر من الاهلي. فحضرتك بالنسبه لنا لو هتخطئ وفي ايدك ان انت تنقذ النادي الاهلي من موسم كارثي وهتبقي مصلحه حضرتك، او ان احنا عشان نعند مع الجمهور ونقول ان احنا عالمين ببواطن الامور فاحنا اللي هناخد القرار ونأخر القرار ونفضل نعند زي ما عملنا مع كولر سنة كاملة، ده مرفوض يا كابتن.
اتمنى ان قرار اقاله كولر يطلع النهارده بعد الماتش. انا ما عنديش اي كلام فني اقوله، مش هتكلم فني، مش هتكلم تكتيك، مش هقول الاهلي مش عارف يضغط. لعيبه كبيره، لعيبه بتاخد ملايين مش عارفه تضغط صح، بتضغط بعشوائيه، بتحلق على الكوره، مش عارفين يعني ايه ضغط. يعني المنظر اللي اتشاف في الملعب ده بعد ان لعيبه لسه ناشئين، ايه ده، الناشئين متعلمين الضغط، فاهمين يعني ايه ضغط، يعني فاهمين يعني ايه اوفرلود تو ايزوليت، فاهمين يعني ايه مهاجم يروح يضغط على مدافع فيوجهه اللعب في مكان معين فاللعيبه كلها تروح تضغط في نفس المكان. مفيش الكلام ده، مفيش. اتفرج على اللعيبه النهارده، احباط، مذلولين، محبطين، وليلات الحيله. مفيش، ما عندهمش، مفيش جمله. المدير الفني مفيش، متوظفين غلط. فانا مش هطول عن كده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منتظر ان شاء الله قرار اقاله كولر، قرار اقاله ريبيرو النهارده او بكره باذن الله. عندنا توقف دولي نلحق فيه ان احنا نجيب مدير فني كويس ومحترم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.